هو صحيح في ألمانيا بياخدوا الولاد من أهلهم بدون سبب. مفيش يا عم الكلام ده، مين اللي قالك الكلام ده؟ مفيش حاجة اسمها الكلام ده. في ناس بيتاخد منها عيالها، في ناس بيتاخد منها عيالها ألمانيا مشهورة بكده، مش مشهورة أوي بكده، ولكن دور على الأسباب. ما تسمعش مثلا بوست على الفيديو على الفيس أو بوست مثلا يقول لك أنا عيالي اتاخدوا مني. طيب ما أنت إيه سببك؟ إيه السبب اللي وصلك لكده؟ ايه السبب اللي خلى عيالك يتاخدوا منك؟ هل في عنف ضدهم؟ هل مثلا بيتعنفوا في البيت؟ هل المعامله بتاعتهم غير ادميه؟ هل هم نفسهم اشتكوا مثلا في الحضانه؟ لان هم هنا في الحضانات والمدارس بيسالوا العيال انت تعامل والدك ووالدتك معاك في البيت ازاي؟ بيتعاملوا معاك ازاي؟ هل بتنضرب؟ هل بتتعنف؟ يعني كان في على سبيل المثال حكايه كده ان واحده اصلا في كندا كانت عيالها اتاخدوا منها برضو، بعد التحقيق في الشرطه لقوا ان هي كانت البنت بتتضرب جامد جدا لدرجه ان هي بيتغرس في جسمها سنون. فده مش طبيعي، فده طبيعي حفاظا على الطفل لازم يتاخد. انا مع القرار ده، لان في ناس كتير قوي مش سويه نفسيا ان هي تربي طفل. فهي الدوله بتشوف ان هو انت مش سوي نفسيا ان انت تربي طفل، بيتحكم عليه ازاي بقى؟ بيشوف انت سلوكك مع الطفل ايه علشان يقرر ان هو ياخده منك ولا. ده يبقى قرار محكمه، مش اللي هو صحيت الصبح كده انا عيالي تاخده مني. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. ده بيكون قرار محكمه. هما بيتاخدوا حاجه اسمها اليوجند امت هنا، فدي حاجه هنا مخصصه بالاطفال بس. فمفيش حاجه اسمها ان عيالي تاخدوا مني كده بالعافيه يعني كده وخلاص. مفيش حاجه اسمها كده، اكيد في اسباب وفي مليون سبب ورا الكلام ده. وفي علشان القاضي يحكم بالكلام ده لازم يكون في اسباب قويه جدا ان هو خلاص ده مش هينفع الطفل يعيش مع الشخص ده او الشخصين دول بس. فما تقلقش يعني، مش دي النقطة اللي تخوفك. طول ما انت سوي نفسيا وبتعامل الطفل كويس وبتعامل الطفل وموفر له بيئة سوية نفسيا، خلاص انت هتعيش عادي وهتعيش مع عيالك عادي خالص يعني. بالتوفيق ان شاء الله.